أهلا بكم يا أبطال في درس جديد من مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنسافر عبر الزمن وهنتعرف على واحدة من أهم الفترات في تاريخ مصر من وقت دخول العرب المسلمين لمصر سنة 21 هجرية الموافق 641 ميلادية لحد ما بقت دولة مستقلة عن الخلافة الإسلامية. في الدرس ده هنتكلم عن مصر كانت عاملة إزاي قبل الفتح الإسلامي، وإزاي أثر الفتح الإسلامي على شكل الحكم والحياة في مصر، وإزاي ظهرت الدول المستقلة زي الدولة الطولونية والإخشيدية والفاطمية وإيه دورها في تاريخ مصر. الرحلة دي هتخلينا نفهم أكتر وأكتر إزاي مصر بقت مركز حضاري وسياسي مهم في العالم الإسلامي. مستعدين؟ يلا بينا نبدأ. ورجعنا لكم مرة تانية وهنتعرف في الدرس ده زي ما احنا اتكلمنا في بداية الفيديو على أحوال مصر قبل الفتح العربي الإسلامي، وهنتكلم عن الفتح العربي الإسلامي لمصر وظهور الدول المستقلة. أول حاجة هنتكلم عليها وهي أحوال مصر قبل الفتح العربي الإسلامي. مصر قبل دخول الإسلام كانت بتدين بالمسيحية، وكانت تحت حكم الروم اللي بنقول عليهم برضو البيزنطيين. طيب الروم دول كانوا بيعاملوا المصريين إزاي؟ هل هم كانوا بيعاملوا معاملة كويسة ولا كانت المعاملة عاملة إزاي؟ الروم للأسف كانوا يعاملوا المصريين معاملة سيئة جدا، ومش كده وبس، ده وكمان حرموهم من جميع الحقوق بتاعتهم وفرضوا عليهم كمان الضرائب. يبقى هنقول إن معاملة الروم للمصريين رقم 1 عاملوا المصريين معاملة سيئة، رقم 2 حرموا المصريين من جميع حقوقهم، رقم 3 فرضوا على المصريين الضرائب. وده طبعا ترتب عليه إن الكثير من المصريين اضطروا إنهم يهربوا من ظلم الروم وإنهم يلجأوا إلى الصحاري المصرية. عشان كده نسأل نفسنا سؤال، صواب أو خطأ، كانت مصر قبل الفتح الإسلامي تحت حكم البطالمة؟ لا، خطأ. أمال كانت إيه؟ كانت تحت حكم الروم. طب سؤال تاني، أعطى البيزنطيون للمصريين جميع حقوقهم خلال فترة حكمهم؟ لا طبعا غلط، خطأ. أمال إيه؟ حرموا المصريين من جميع حقوقهم. طب سؤال أكمل، كانت مصر قبل دخول الإسلام تدين بنقط وتحت سيطرة نقط، يبقى كانت مصر قبل دخول الإسلام تدين بالمسيحية وكانت تحت سيطرة مين؟ تحت سيطرة الروم. وتعالى بينا نتكلم عن الفتح العربي الإسلامي لمصر. ولكن قبل ما نتكلم عن الفتح العربي الإسلامي لمصر لازم نرجع خطوة لورا ونشوف الأحداث اللي أدت لده، خصوصا فترة حكم الخليفة عمر بن الخطاب وفتوحات بلاد الشام. في الوقت ده كان المسلمين بقيادة عمرو بن العاص حققوا انتصارات كبيرة جدا في الشام، وقدروا ان هم يفتحوا مدن مهمة زي دمشق والقدس بعد معارك قوية مع الروم. عمرو بن العاص كان قائد عسكري ذكي، شاف ان السيطرة على مصر هتكون خطوة مهمة لحماية الفتوحات في الشام وتأمين حدود الدولة الإسلامية. هنا بدأ عمرو بن العاص يقنع الخليفة عمر بن الخطاب بضرورة فتح مصر، موضحا إنها مش بس بلد غنية بالموارد، لكنها كمان موقع استراتيجي هيمنع أي هجمات رومانية على الشام. وبعد تفكير وافق عمر على الحملة، وبدأت الرحلة اللي غيرت تاريخ مصر بالكامل. ويلا بينا نرجع لموضوع الدرس بتاعنا. هنا سؤال بيقول لي بما تفسر، أثناء حكم الروم لمصر أشار عمرو بن العاص على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بفتح مصر. ليه؟ لسه قايلنا من شوية بس بطريقة تانية. هنا هنقول ونختصر الكلام، وذلك لتخليص أهلها من ظلم الروم وتأمين حدود الدولة الإسلامية في بلاد الشام من هجمات الروم. فوافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على ذلك. طيب تعال بينا نبدأ مراحل فتح مصر. في البداية اتجه عمرو بن العاص بجيش بيتكون معايا من 4000 مقاتل، ومرحلة فتح مصر مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى بدأت معاه من فلسطين، واتحرك بالجيش بتاعه لحد ما وصل للعريش على ساحل البحر المتوسط، وفتحها دون مقاومة لأن أهل العريش استقبلوه خير استقبال ورحبوه خير ترحيب. المرحلة الثانية بدأ يواصل زحفه، وصل معاه للفرمة، وبعد كده وصل لحصن بابليون. في حصن بابليون هو مكان اللي قاعد فيه حاكم الروم، فهنا راح عمرو بن العاص حاصر
حصن بابليون اللي موجود فيها حاكم الروم، فحاصرها 7 أشهر. وهنا لحد ما قدر عمرو بن العاص إنه يتمكن من دخول حصن بابليون. وبعدها اتجه الجيش الإسلامي اللي كان بقيادة مين؟ بقيادة عمرو بن العاص، واتجه راح لفين؟ اتجه للإسكندرية. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر اتجه الجيش الإسلامي نحو الإسكندرية؟ هقول له لقطع أي إمدادات بتصل إلى الروم في مصر، وده عن طريق البحر. ايه تاني؟ حاصر الجيش الإسلامي الإسكندرية عدة أشهر حتى سقطت الإسكندرية في أيديهم. وهنا راح عمرو بن العاص عقد صلح وتسمى بصلح الإسكندرية، وده كان ما بين المسلمين والروم، وده كان سنة 21 هجرية، واللي كان موافق 641 ميلادية، عشان بعد كده تتحول مصر من دولة رومانية إلى ولاية إسلامية. عشان كده هنبدأ نتكلم مع بعض على أحوال مصر تحت الحكم الإسلامي. وهنا أصبحت مصر ولاية إسلامية وعين فيها عمرو بن العاص واليا عليها. فيلا بينا نتكلم على أعمال عمرو بن العاص في مصر. عمرو بن العاص هنا حرص على إتاحة الحرية الدينية للمصريين وحماية كنائسهم، يعني يعتبر كده زي ما بنقول حرية الاعتقاد والتعبير. وإيه كمان؟ وبنى مدينة الفسطاط. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط؟ هقول له لتكون عاصمة للبلاد. طب عمل ايه تاني عمرو بن العاص؟ رقم 3 بنى جامع عمرو بن العاص، ويعتبر أول جامع في مصر وإفريقيا. يعتبر جامع عمرو بن العاص هو أول جامع في مصر وإفريقيا. رقم 4 أعاد حفر قناة سيزوستريس. فاكرين قناة سيزوستريس اللي خدناها زمان، اللي أسسها وبناها مين؟ بناها سينوسيرت الثالث. هنا عمرو بن العاص راح أعاد حفرها، واللي كانت بتوصل نهر النيل بالبحر الأحمر. وهنا عمرو بن العاص سماها خليج أمير المؤمنين. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر أعاد عمرو بن العاص حفر قناة سيزوستريس التي كانت تصل النيل بالبحر الأحمر وسميت بخليج أمير المؤمنين؟ هقول له لتسهيل التجارة بين مصر وبلاد الحجاز. وطبعا مصر نعمت فترة من الاستقرار والأمن وانتشار العدالة في ظل الحكم الإسلامي. عشان يجيني سؤال تاني يقول لي دلل نعمت مصر بفترة من الاستقرار والأمن وانتشار العدالة في ظل الحكم الإسلامي، لأنه مصر في ظل الحكم الإسلامي إنها ازدهرت الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فكانت الإسكندرية من أكبر الأسواق التجارية في العالم. يبقى الإسكندرية في عهد الحكم الإسلامي كانت من أكبر الأسواق التجارية في العالم. رقم 2 شيدوا المقاييس على النيل. عشان يجيني سؤال تاني ويقول لي بما تفسر شيدوا المقاييس على النيل؟ هقول له لتحديد قيمة الضرائب. رقم 3 إنه مصر شهدت نهضة عمرانية وفنية. عشان كده نسأل نفسنا سؤالين 3 4 كده مع بعض ونحلهم دلوقتي. السؤال بيقول لي اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. 1 أول جامع في مصر وأفريقيا، يبقى مين؟ جامع عمرو بن العاص. 2 قناة أعيد حفرها في عهد عمرو بن العاص وسميت بخليج أمير المؤمنين، يبقى اسمها قناة إيه؟ سيزوستريس. السؤال الثاني حدد 2 من أعمال عمرو بن العاص في مصر. فاحنا ممكن نختار أسهل 2، هنقول بنى مدينة الفسطاط لتكون عاصمة للبلاد، وبنى جامع عمرو بن العاص وهو أول جامع في مصر وإفريقيا. ويلا بينا نتكلم على آخر حاجة اللي احنا مستنينها من بدري، وهي ظهور الدول المستقلة. فهنا في نهاية عصر الدولة العباسية بدأت تظهر معايا عدة دول مستقلة. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر ظهرت في مصر عدة دول مستقلة؟
طب ايه السبب؟ هقول له رقم 1 ضعف الخلفاء العباسيين في اواخر العصر العباسي الثاني. رقم 2 كثرة الصراع على العرش، وده طبعا اللي خلى بعض الولاة ان هم يسيطروا على الولايات التي يحكمونها، وكمان اعلان استقلالهم ليها. وتعالوا مع بعض كده نبدأ نتكلم على أول دولة مستقلة عن الدولة العباسية، وهي الدولة الطولونية. الدولة الطولونية أسسها واحد اسمه أحمد ابن طولون، وأحمد ابن طولون ده هو أول واحد استقل عن الدولة العباسية وسمى الدولة بتاعته الدولة الطولونية. وأول حاجة عملها أحمد ابن طولون راح شيد مدينة سماها القطائع. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر شيد أحمد ابن طولون مدينة القطائع؟ هقول له لتكون عاصمة لدولته. لتكون ايه؟ لتكون عاصمة لدولته. رقم 2 أسس بها مسجد الشهير مسجد أحمد بن طولون. ده بالنسبة للدولة الطولونية. تعالى مع بعض نتكلم على الدولة الإخشيدية. الدولة الإخشيدية ظهرت بعد الدولة الطولونية، والدولة الإخشيدية أسسها واحد اسمه محمد ابن طاغج الإخشيدي. ومن أهم أعماله رقم 1 اهتم بإعادة الأمن والنظام إلى الدولة. رقم 2 اتخذ مدينة العسكر عشان تكون عاصمة لدولته. عشان كده يجيني سؤال يقول لي بما تفسر اتخذ محمد ابن طاغج الإخشيدي مدينة العسكر؟ هقول له لتكون عاصمة لدولته. وتعالوا مع بعض نتكلم على آخر حاجة من الدول المستقلة في الدرس ده، وهي الدولة الفاطمية. فعصر الدولة الفاطمية في مصر شهد ازدهار كبير جدا في العلوم والفنون والعمارة. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي دلل شهد عصر الدولة الفاطمية في مصر ازدهارا في العلوم والفنون والعمارة. السؤال ده هنجاوب عليه ونقول له ايه؟ هقول له الدليل رقم 1 حيث بنيت مدينة القاهرة والجامع الأزهر الشريف على يد القائد جوهر الصقلي. يبقى جوهر الصقلي بنى ايه؟ بنى مدينة القاهرة والجامع الأزهر الشريف. رقم 2 اهتم الفاطميون ببناء العديد من المساجد والقصور وجعلها مراكز لنشر العلم وايه؟ والثقافة. وبعد سقوط الدولة الفاطمية بدأت تظهر معايا دولتين مهمتين جدا. الدولة الأولى وهي الدولة الأيوبية، والدولة الثانية وهي دولة المماليك. الدولتين دول اللي قدروا ان هم يتصدوا لأكبر خطرين هددوا العالم الإسلامي. الدولة الأيوبية بقيادة صلاح الدين الأيوبي قدر ان هو يواجه خطر الصليبيين، ودولة المماليك بقيادة سيف الدين قطز ان هو يتصدى لخطر التتار اللي هنتكلم عليهم في الحصص اللي جاية بإذن الله تعالى. وبكده ويكون خلصنا مع بعض الدرس الثالث، وشكرا على الاستماع. ما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله